امبراطورية كانت في يوم من الأيام بتهز عروش ملوك وبترعب قادة جيوش. امبراطورية استمرت أكتر من 600 سنة، رسمت خريطة العالم بسيوف من نار، بس في لحظات الحال بيشقلب والأدوار بتتغير والقوي بيبقى ضعيف. الدولة العثمانية كانت بتضعف تدريجيا وتكالب عليها الأوروبيين، لكن ده ما كانش سبب السقوط. سقوط العثمانيين بدأ لما الضرب بدأ يجي من جوه الدولة، لما القريب خان، وتفاجئ العثمانيين إن القريب ده هو اللي سكنته وغرزت في قلبهم. في الفيديو ده هنتعرف على 5 خيانات قسمت ظهر الدولة العثمانية، خيانات من قلب الدولة، خيانات فتحت الطريق لسقوط آخر خلافة إسلامية في التاريخ. في الفيديو ده هنفتح الدفاتر ونكشف الأسرار. لو أول مرة تشوفني أنا أحمد صبحي، ودي قصة جديدة من كتاب التاريخ. تابع للنهاية واعمل لايك وسبسكرايب، ولو هتعمل شاي اعمل لي معاك. المؤرخ الفرنسي الشهير ألفونس دي لامارتين قال إن الدولة العثمانية كانت جدارا عظيما، لما انهارت موازين القوى كلها. وأما اللورد بالمارستون رئيس وزراء بريطانيا قال إن الدولة العثمانية لم تعد قوة تهدد أحدا، بل أصبحت تركة تتنافس عليها القوى العظيمة. وده يودينا لمقولة قيصر روسيا نيكولا الأول سنة 1853 لما وصف الدولة العثمانية في أحد مراسلاته مع زعيم أوروبي بمقولة The Sick Man of Europe، أو رجل أوروبا الضعيف. الجملة دي اتقالت بعد 5 سنين من وفاة محمد علي باشا، واللي بيعتبر الوالي الوحيد اللي قدر يأسس حكم منفصل عن الدولة العثمانية، وعشان كده هو رقم 1 في قائمة النهاردة. محمد علي، الطموح اللي كسر ظهر الخلافة. محمد علي ما كانش مجرد والي تابع، محمد علي كان ملك مستقل، وبقى بيتعامل مع السلطان العثماني بندية، وده ما كانش شيء معتاد. يعني على مدار التاريخ ظهر أمراء استقلوا بحكمهم عن الدولة الأموية وعن الدولة العباسية، زي أحمد بن طولون لما استقل بمصر عن الدولة العباسية، وزي البطل صلاح الدين الأيوبي لما أسس الدولة الأيوبية واستقل بيها عن الدولة العباسية، لكنه كان مستمر في تبعيته للدولة العباسية. محمد علي بقى كان مختلف جملة وتفصيلا عن كل اللي سبقوه، يعني هو الوحيد اللي حارب الدولة العثمانية سياسيا وعسكريا، لدرجة إن جيشه وصل لحدود الأستانة مقر الدولة العثمانية، وحاربهم وهزمهم في معركتين، وده بيعتبر تمرد، بل إنه نوع من الإهانة. اللي عمله محمد علي ده كان ليه تأثير كبير على الدولة العثمانية. أولا تمرده على الدولة العثمانية وهزيمته ليها في معركة كونيا ومعركة نزيب اتسبب في كسر هيبة الدولة العثمانية قدام دول وملوك أوروبا. ثانيا سيطر على سوريا والحجاز بعد معارك مع الدولة العثمانية، ودي تقريبا المساحة اللي كانت مسيطرة عليها دولة المماليك، وده معناه إنه كان بيستعد لإعلان دولته المستقلة. ثالثا محمد علي فرض على السلطان العثماني اتفاقية كوتاهية، وده اللي خلى الدولة العثمانية تعامله كند ليها مش والي تابع. كل ده بيعتبر خيانة للدولة العثمانية. محمد علي اللي تعين والي على مصر سنة 1805 بعد ما كان جندي تابع للدولة العثمانية. بمرور الوقت بدأ طموح محمد علي يكبر، وبسبب ضعف الدولة العثمانية وعدم قدرتها على مواجهة التمردات والثورات بدأت تعتمد على محمد علي، وده اللي خلى محمد علي يطمع، وخصوصا ان ما بقاش عندها جيش قوي. فبقى محمد علي هو اللي مطلوب منه انه ينهي تمرد آل سعود على الدولة العثمانية، وهو اللي مطلوب منه انه يحارب الثوار اليونانيين. وطبعا محمد علي نفذ اللي اتطلب منه واستنى مكافأة من السلطان على مجهوداته دي، لكن السلطان العثماني ما كافئش محمد علي بأي حاجة. وبعد محاولات مستميتة من محمد علي انه ياخد اي دعم، السلطان بالعافية اداله جزيرة كريت. فمحمد علي حس ان الدولة العثمانية بتستغله، يعني التقدير حلو برضه. طبعا انت هتقولي ان محمد علي كان والي على مصر تحت حكم الدولة العثمانية، وده معناه انه تابع ليهم، فمعناه ان الجيش المصري جيش تابع للدولة العثمانية. لكن الكلام ده مش حقيقي، لان محمد علي كان والي تابع للدولة العثمانية، لكن في الحقيقة محمد علي هو اللي أسس الجيش المصري بعد ما جاب خبراء من فرنسا علشان يساعدوه في بناء الجيش. لكن محمد علي كان عينه على حاجة واحدة طول الوقت، وهي السيطرة على الشام، لان الشام دي بتعتبر البوابة الشرقية لمصر.
وشاف محمد علي ان الشام لو تحت ايده هيقدر يعمل دولة قوية، لكن السلطان العثماني كان خايف من طموح محمد علي، وشاف ان لو اداله الشام مع الجيش القوي اللي عنده ده هيخليه اقوى من الدولة العثمانية نفسها، وممكن في يوم من الايام يسعى في اسقاطها. لكن رفض الدولة العثمانية عن تعويض محمد علي خلى محمد علي يحارب الدولة العثمانية ويسيطر على الشام بالقوة. بس من وجهة نظر الدولة العثمانية وحتى المؤرخين، اللي عمله محمد علي ده كله اسمه خيانة، خصوصا انه ما اكتفاش بفصل مصر عن الدولة العثمانية، ده احتل دمشق وحلب وهددهم بالزحف لاسطنبول. ولولا تدخل القوى الأوروبية كان محمد علي أسقط الدولة العثمانية. وتوقعت بعدها معاهدة لندن سنة 1840، واللي أنهت طموح محمد علي وحولته من فاتح متمرد على الدولة لوالي على مصر والسودان بحماية وضمان من القوى الأوروبية. والخلاصة إن محمد علي ما كانش ليه يد في ضعف الدولة العثمانية. يعني محمد علي لما تولى الحكم كانت الدولة العثمانية أصلا ضعيفة، لكن محمد علي بروز الضعف ده وخلاه واضح وضوح الشمس للقوى الأوروبية. الشريف حسين، خيانة باسم العروبة. سنة 1908 اتولى الشريف حسين بن علي ولاية مكة تحت الحكم العثماني، وفي الوقت ده كان الأشراف اللي من نسل النبي ليهم مكانة خاصة في قلوب المسلمين. لكن حسين كان عنده طموح كبير، وهو انه يبقى ملك للعرب ومش مجرد تابع للدولة العثمانية. في البداية كان الشريف حسين مخلص للدولة العثمانية، وحارب كل المتمردين اللي ظهروا في اليمن ونجد وجازان، وبقى ليه كلمة عند السلطان عبد الحميد الثاني، وبقى بيشاوره في بعض المسائل. لكن في سنة 1909 اتمكن حزب الاتحاد والترقي من خلع السلطان عبد الحميد الثاني، وتعين مكانه أخوه محمد رشاد، واللي كان مغلوب على أمره على الآخر. وبكده بقى حزب الاتحاد والترقي هو اللي مسيطر على كل مفاصل الدولة، وبدأوا يعلنوا إن الدولة تركية مش عثمانية. ولما بدأوا في التدخل في شؤون إمارة مكة بدأ الشريف حسين إنه يتصدى ليهم، وبدأت العلاقة بينهم تتوتر. وفي أغسطس سنة 1914 قامت الحرب العالمية الأولى، وعرف الشريف حسين وقتها إن الدولة العثمانية عايزة تدخل الحرب في صف ألمانيا، فبعت رسالة لحكومة الاتحاد والترقي وحذرهم من محاربة الحلفاء، لأن الحلفاء محاوطين الدولة العثمانية من كل اتجاه، وإن ألمانيا داخلة الحرب دي علشان مصلحتها هي ومش هتهتم بأي حليف تاني، وإن ألمانيا هتخسر الحرب دي كده كده. لكن الاتحاد والترقي رد وقال إن ده رأيك لوحدك ولا يعبر بالضرورة عن الرأي العام في البلاد، وطلب منه انه ما يتدخلش في الامر ده ويعلن الجهاد، وكونه من الاشراف هيكون ليه تأثير كبير على المسلمين في كل مكان في العالم الاسلامي. لكن الشريف حسين رفض الاستجابة، فبدأت كل قيادات الدولة العثمانية تلح على الشريف حسين، لكن الشريف حسين اتجاهل الرسائل بتاعتهم. ووصلت أخبار التمرد ده لإنجلترا، وعرفت إن الشريف حسين مش راضي عن دخول الدولة العثمانية الحرب دي، فقرر الإنجليز إنهم يستغلوا الموقف، وشافوا ضرورة التفاوض مع الشريف حسين واستغلال التوتر اللي حاصل ما بينهم. وبدأت تحصل مراسلات عرفت تاريخيا باسم مراسلات الحسين مكمهون، واللي يبقى المندوب السامي البريطاني في القاهرة. ومكمهون وعد الشريف حسين بدولة مستقلة لو ساعدهم في الحرب، ووافق الشريف حسين على دعم بريطانيا. وفي سنة 1916 وقف الشريف حسين في بلكونة قصره وضرب طلقة من بندقيته، وأعلن قيام الثورة العربية على الحكم العثماني، وبعت قواته بقيادة أولاده الثلاثة يسيطروا على الحجاز والعقبة والشام. في الوقت ده كانت الحرب العالمية شغالة، والعثمانيين كانوا متقدمين على الحلفاء، لكن إعلان الثورة خلى العثمانيين يتشتتوا لأن الحرب بقت على جبهتين، وده اللي خلى القوات العثمانية تنسحب قدام الحلفاء علشان يواجهوا الثورة. وبعد ما انتهت الحرب وخسرت الدولة العثمانية، الإنجليز خدعوا الشريف حسين وعملوا اتفاقية سايكس بيكو بينهم وبين فرنسا علشان يقسموا ما بينهم تركة الدولة العثمانية. وكانت التقسيمة إن بريطانيا تاخد العراق وفلسطين، وفرنسا تاخد سوريا ولبنان. وخرج الشريف حسين من المولد بلا حمص، واتكتب في التاريخ كخاين للمسلمين، لأنه مش بس اتحالف مع الإنجليز، ده حارب بلاده في وسط حرب عالمية. اللي عمله الشريف حسين ليه دور مباشر في الانقسام الجغرافي والمذهبي والعرقي اللي حاصل بين العرب لحد النهارده. لكن من وجهة نظر تانية بعض المؤرخين بيشوفوا ان الشريف حسين مش هو اللي ابتدأ بخيانة العثمانيين، بل ان العثمانيين هم اللي خانوا العرب كلهم لما اعلنوا انهم اتراك، واعلنوا انهم ملهمش دعوة بالعرب. الأرمن، خيانة الدولة مع ألد أعدائها.
ولسه مكملين مع الحرب العالمية الأولى والخيانات اللي حصلت فيها. لكن المرة دي اللي خان الدولة العثمانية ما كانش فرد، ده كان شعب كامل، وهو الشعب الأرمني. في الوقت ده كان الأرمن عايشين في شرق الأناضول، وكانوا واخدين حقوقهم كاملة وعاشوا قرون تحت حماية الدولة العثمانية، وبيبنوا كنايس وتجارتهم شغالة وكل حاجة تمام. وكانت الدولة العثمانية وقت الحرب بتحارب روسيا في المنطقة دي، لكن اللي حصل في الحرب دي قلب الطاولة على العثمانيين، والأرمن شافوا إن الدولة العثمانية خلاص بتموت، وإن ده الوقت المناسب اللي يستقلوا فيه عنها، فبدأوا يتحالفوا مع الجيش الروسي ويتعاونوا معاه، وقدموا للروس معلومات كتير عن تحركات الجيش العثماني وساعدوه في تخريب خطوط الإمداد العثمانية. ومش بس كده، ده بدأوا يشكلوا عصابات مسلحة ويهاجموا معسكرات الجيش العثماني، وبقوا يضربوهم في ظهرهم، وبدأوا يعملوا تمردات مسلحة في مدن وقرى شرق الأناضول، وهاجموا قوافل الجيش وقتلوا مدنيين مسلمين من الأتراك والكرد. وفي معركة ساري قميش، أنور باشا كان بيحلم بنصر كبير يعيد أمجاد الدولة، وفكر إنه يطوق الجيش الروسي من 3 جهات. ولما دخل الجيش العثماني الجبال كان البرد غير طبيعي والشتاء كان قارس، والعثمانيين ما كانوش عاملين حسابهم على البرد، ومات أعداد كبيرة منهم قبل ما يواجهوا الروس أصلا. والأرمن ضربوا ضربتهم في الوقت ده ودلوا الروس على مكان الجيش العثماني وهاجموا خطوط الإمداد والمؤن. وفي الحرب دي مات أكتر من 90,000 جندي. طبعا أنور باشا كان سبب من أسباب الخسارة في المعركة دي، بل إن هو السبب الأكبر. لكن أنور باشا برر خسارته في المعركة دي إنها كانت بسبب البرد والخيانة، وبسبب الخسارة في الحرب دي هبة الجيش العثماني راحت في القوقاز، والهزيمة دي شجعت الروس على التوغل أكتر في أراضي الدولة، وخسارة عدد كبير من الجنود كانت الدولة في أمس الحاجة ليهم في جبهات تانية. طبعا الخيانة دي خلت الدولة العثمانية تاخد موقف من الأرمن وتعاقبهم بالتهجير من بلادهم، وعملت مذابح ضدهم. البشوات ال3: مذابح ومجاعة وخسائر بالكوم. بعد عزل السلطان عبد الحميد الثاني وتعيين أخوه محمد رشاد، بقى اللي مسيطر على الحكم في الدولة العثمانية هو حزب الاتحاد والترقي، واللي كانوا مجموعة ضباط وسياسيين شباب عايزين يعملوا إصلاحات في البلد. لكن مع الوقت اتحولوا لطامعين في السلطة، ومن التنظيم ده طلع 3 مسكوا مفاصل الدولة، وهم طلعت باشا الصدر الأعظم، وأنور باشا وزير الحربية وقائد الجيش العثماني، وجمال باشا حاكم الشام والأسطول وقائد الجيش الرابع. وال3 دول خلوا السلطان محمد رشاد حاكم سوري، وبقى هم اللي بيحكموا البلاد بشكل فعلي. وساعتها خدوا القرار انهم يدخلوا الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى علشان يستردوا الأراضي اللي ضاعت من الدولة العثمانية قبل الحرب. وكان أنور باشا متحمس جدا انه يتحالف مع ألمانيا، لكن الدولة ما كانتش جاهزة للحرب دي، لا عندها اقتصاد قوي يقدر انه يصرف على الجيش، ولا الجيش نفسه كان جاهز. وبرغم كل التحذيرات اللي جات لهم انهم ما يدخلوش الحرب دي، الا انهم اصروا على رأيهم وما سمعوش لحد. كل ده كان من غير اذن السلطان ولا موافقته. وال3 ما كانش فيهم واحد عادل. طلعت باشا نهج سياسة قمعية وخصوصا ضد الأرمن، كان ليه دور كبير في تهجيرهم، وعلى ايده حصلت مذابح الأرمن واللي شوهت صورة الدولة العثمانية في أوروبا. وجمال باشا اللي كان معروف بجبروته أعدم قيادات عربية في بيروت ودمشق، وتصدى لأي صوت ينادي بالحرية. وأما أنور باشا وزير الحربية فده ضيع جيش ضخم في التلج في القوقاز، فكان السبب في خسارة أكتر من 100,000 جندي في التلج في القوقاز، واللي هي معركة ساري قميش اللي لسه متكلمين عليها من شوية. وبعد الحرب زي ما قلنا حاول انه يتحجج بخيانة الأرمن، ده غير الحروب اللي دخلوها وما كسبوش منها اي حاجة، بالعكس ده غرقوا الدولة بيها اكتر، زي حملة القوقاز وحملة جالوبلي ومحاولة احتلال قناة السويس، ده غير انهم اتسببوا في مجاعة الشام. البشوات ال3 عملوا كوارث كتير اتسببت في تعجيل سقوط الدولة العثمانية، واللي كان هيحصل كده كده. لكن أسوأ حاجة عملها البشوات ال3 كانت مجاعة الشام، والقصة دي من القصص المنسية في التاريخ، وإن شاء الله نعمل فيديو عنها قريب. في الوقت ده كانت فرنسا وبريطانيا عملوا حصار على سواحل الشام، ومنعوا دخول أي مواد غذائية كنوع من الضغط على الجيش العثماني. لكن المشكلة دي وبرغم إنها كبيرة بس كان حلها بسيط، إن جمال باشا يتابع بنفسه عملية توزيع الغلال اللي موجودة في الشام لحد ما الأزمة تعدي والحصار يتفك، وبعدها يبقى يتصرف ويجيب غلال من مصر أو من السودان. لكن جمال باشا جمع كل الغلال اللي كانت موجودة في الشام في الوقت ده علشان يزود بيها الجيش بتاعه، وساب الشعب من غير أي محاصيل.
وبتحكي بعض المصادر التاريخية ان التجار حاولوا يستغلوا الأزمة ويرفعوا الأسعار على الشعب، لكن جمال باشا ما عملش حاجة، بل ان في بعض المصادر بتقول ان جمال باشا كان بياخد من التجار دول هدايا، ولان الله لا يصلح عمل المفسدين، كل اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني، علشان تهاجم في الوقت ده أسراب الجراد محاصيل المزارعين الشاميين وتقضي على كل المحصول، والبلد حرفيا ما يبقاش فيها رغيف عيش الا الغلة اللي موجودة في مخازن الجيش العثماني. لكن جمال باشا ما عرفش يتصرف وساب الناس تموت. الكارثة الإنسانية دي مات فيها أكتر من 300 ألف إنسان، وانتشرت الأمراض بشكل كبير والناس بقت بتاكل أوراق الشجر من الجوع، وكل ده كان جزء بسيط من اللي عملوه البشوات الثلاثة في الدولة العثمانية. وبعض المؤرخين بيشوفوا إن الدولة العثمانية ما كانتش محتاجة تدخل الحرب دي، بل إنه كان هيبقى أفيد لها لو ما دخلتش الحرب، عملا بمبدأ اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، يعني كل اللي بيتحاربوا مع بعض دول أعدائها. حتى ألمانيا ما كانتش حليفتها قبل كده، ولو كانت الدولة العثمانية سابتهم يدبوا في بعض وبعد الحرب تشوف أراضيها اللي راحت منها وتردها، لأن بعد الحرب كل الدول دي هتبقى منهكة وما عندهاش موارد. لكن بعد خسارة الحرب طبعا البشوات اللي خربوا الدنيا كلهم هربوا. طلعت باشا ومعاه أنور باشا هربوا على ألمانيا، وجمال باشا مات مقتول، وسابوا وراهم دولة منهارة، دولة غرقانة بسبب قراراتهم المتهورة وتحالفاتهم الغلط. أتاتورك كافر في جيش المسلمين. مصطفى كمال أتاتورك كان ضابط في الجيش العثماني وشارك معاهم في الحرب العالمية الأولى. مصطفى ما كانتش أموره تمام مع البشوات الثلاثة اللي مسيطرين على الدولة، وشارك مع الدولة العثمانية في حروبها في البلقان وفي جزيرة جالوبلي. بس بعد الخسارة مصطفى كان شايف إن الوضع مش كويس، وإن البشوات الثلاثة دول هيخربوا الدنيا، وإن الدولة العثمانية لازم تنتهي ولازم تعتمد النموذج الغربي في التنمية. ومصطفى كان ضد كل ما هو إسلامي، وقال نصا: لن أعتمد على كتابا يتحدث عن التين والزيتون. والحقيقة ان العثمانيين برغم عظمة دولتها وطول عمرها الا انها تخلفت عن مواكبة التطور العلمي، بل انها زي ما قال الامام محمد عبده كانت سبب في تخلف المسلمين وتراجع دورهم التاريخي في اسراء علوم البشرية. وكنت اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده في فيديو رجل اوروبا المريض واتهرت شتيمة بسببه، فلو عايز تنضم للستة الناس اللي شتمتني روح اتفرج على الفيديو. المهم نرجع لمصطفى كمال أتاتورك العلماني اللي بعد الحرب انقلب على الدولة العثمانية وأسس حكومة سنة 1920 في اسطنبول، وبقى حارب الجيش العثماني في الأناضول. وفي سنة 1922 خلع السلطان محمد السادس ونفاه، وفي 1924 ألغى الخلافة وطرد آخر خليفة للمسلمين وبدون حتى إعلان رسمي، وبدأ ينفذ سياسة سلخ للهوية الإسلامية من تركيا. ومن السياسات دي إنه غير الحروف العربية لحروف لاتينية، ومنع الأذان باللغة العربية، وغير قوانين الأحوال الشخصية، وبقى الطلاق والجواز شؤون مدنية مش شرعية، وأغلق 30,000 مدرسة دينية، وقفل مسجد آيا صوفيا وحوله المتحف، وخالف الشرع وحظر تعدد الزوجات، وحارب الحجاب والمحجبات، ومنعهم من التواجد في الأماكن العامة، وعدل الدستور وألغى المادة اللي بتنص على إن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة. مصطفى كمال لما تولى الحكم وبدأ يأسس دولته بدأ يعمل إصلاحات في كل قطاعات الحياة في تركيا، والإصلاحات دي هي اللي مهدت إن تركيا تبقى دولة مهمة في محيطها الإقليمي وفي العالم كله. ولحد هنا وانتهت القصة اللي شفنا فيها أبناء الدولة وهم بيبيعوها، الدولة اللي قاومت كل محاولات أعدائها للقضاء عليها لكنها ما قدرتش تقاوم خيانة أولادها. شفنا محمد علي اللي كان عايز مجد شخصي وفضل مصمم إنه يضم الشام لحكمه، والشريف حسين اللي فتح الباب للشيطان وخلاه يدخل بلادنا ويقسمها على كيفه، والأرمن اللي سلموا بلادهم للروس، والبشوات الثلاثة اللي لا كانوا عارفين يديروا ولا عارفين يحكموا ودخلوا البلاد في الحرب بالعافية. وأخيرا الشيطان العلماني اللي وقف في البرلمان وقال إن الخلافة انتهت علشان ينتهي معاها اسم اختفى من الوجود من أكتر من 100 سنة، اسم لما كان بيتقال كان بيبقى ليه اعتبار وكان بيرعب الأعداء، والاسم ده هو خليفة المسلمين. لكن سقوط الدولة العثمانية كان كده هيحصل لأن دوام الحال من المحال، وزي ما بيقول المؤرخ البريطاني الشهير ويل ديورانت إن الحضارات عاملة زي الإنسان، بتتولد ضعيفة وبتبدأ تكبر وتزدهر وبعد كده بتشيخ وتموت، وفي النهاية اللي حصل خلاص وكله اتكتب في كتب التاريخ، وأنا هنا عشان أحكي لك لأن اللي معرفش البداية عمره ما هيفهم النهاية. بس السؤال دلوقتي، تفتكر كان حال المسلمين هيبقى عامل ازاي لو كان أتاتورك مات في الحرب وما أسقطش الدولة العثمانية؟ جاوبني في التعليقات. سلام. القصص ما بتنتهيش، القصص ما بتنتهيش، ما تنتهيش معاك، ما تنتهيش.